حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. تمام. طيب، النهارده نعمل مع بعض قراءه. هنشوف مشاعر حبيبك في الطاقه الحاليه. مش بس مشاعره، هنشوف بيعمل ايه. آه الدنيا عنده ايه، بيراقبك ولا لا، خطواته ليك، نواياه، افكاره، احساسه ناحيتك. آه يعني هنقتحم كده عقله وقلبه ونشوف بيفكر في ايه ومشاعره وطاقته ودنيته بالنسبة لك ايه. هنبتدي مع بعض كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بداية كده انا شايفة ان الشخص ده بيحاول ان هو يكون سعيد، بيحاول ان هو يبسط نفسه، بيحاول ان هو يسعد نفسه. مفتقد السعادة، مش لاقيها، ولكن بيدور عليها. لان هو حابب كده، يعني مش حابب ان هو يفضل وقت كتير بيقضيه في مشاكل. لان انا اصلا شايفة ان انتوا دايما في اختلاف في وجهات النظر ما بينكم، دايما مش متفقين، دايما في خلافات، دايما في يعني خلافات واختلافات. وللأسف الخلافات دي ممكن كانت بسيطة ولكن كتير فكبرت، فالموضوع كبر من كتر الخلافات والاختلافات، المواضيع كبرت منك ومنه. تمام. شايفة شوية ان الشخص ده مادي، او شوية ان الشخص ده تفكيره مادي، او دايما دماغه شغالة ناحية الفلوس. شايف ان الفلوس بالنسبة له اهمية او لا، او اولوية، او دايما رابط حياته او رابط سعادته بالفلوس او بالمادة. شايف ان هي دي الحاجة اللي هتحقق له الاستقرار او هتحقق له السعادة. لدرجة ان هو ممكن يكون بينكد على نفسه لان هو غير راضي عن حياته، غير راضي عن وضعه. ممكن يكون بيضايق نفسه، بينكد نفسه ان هو مش راضي مثلا بوضعه المادي، او مش راضي بوضعه الحالي. مش عايز يعيش عيشته كده زي ما بيقولوا، او مش عايش عيشة اهله كده زي ما بيقولوا. تمام. مهما كان مستواه المادي هو عايز يطلع منه، عايز يطلع لليفل اعلى، عايز يكون في مستوى اعلى، عايز يكون في مكان اعلى. عنده جشع شوية، عايز ياخد كل حاجة، دايما بيفكر ان هو يعني يكوش على كل حاجة، او يملك كل حاجة، او كل حاجة تكون ملكه او بين ايديه. تمام. فدي برضو من اسباب الحاجات، من حاجات دايما مخلياه ان هو دايما قلقان، دايما مش مبسوط، دايما مش سعيد، دايما بيحاول ان هو يدور على السعادة لان هو مفتقدها. لان طبعا اللي بيبقى عايز ياخد كل حاجة ده للأسف ما بياخدش حاجة، هو عايز كل حاجة وللأسف مش هياخد حاجة، فدايما هو مش مبسوط. فعشان كده انا قلت لك بداية ان هو بيدور على السعادة، او بيحاول ان هو يبسط نفسه او يسعد نفسه. طيب هنشوف مع بعض كده بيفكر في ايه او دماغه فيها ايه. بسم الله. طيب دماغه دي هنشوف فيها ايه. يا ترى دماغك فيها ايه؟ طيب، شايفة ان الشخص ده طول الوقت بيحاول ان هو يجذب او يشد لنفسه اهتمامك، عايز يحس بحبك، عايز يحس بمشاعرك. فطول الوقت بيحاول ان هو يجذب لنفسه الحب والمشاعر دي. زي ما قلت لك، شايفه ان الشخص ده عايز ياخد كل حاجه رغم ان هو ما بيديش اي حاجه. يعني هو عايز يجني ثمار من غير ما يزرع، عايز ياخد من غير ما يدي. تمام. زي ما قلت لك بيحاول يجذب لنفسه كل حاجه، الحب والفلوس والسعاده. وللاسف يعني شايفه ان هو مش مبسوط. تمام. او مش هيعرف ان هو يكون مبسوط. طيب، انا شايفه ان هو يعني فاتح لك قلبه، وشايفة ان في باب جديد مفتوح في العلاقة. رغم انه ممكن يكون العلاقة شوية فيها زهق، او فيها ملل، او فيها روتين، او فيها برود.
بسبب البعد او بسبب المشاكل، ولكن شايفة ان في باب مفتوح في العلاقة، وزي ما قلت لك هو يعني فاتح قلبه او مستنيك او كده. انت بيجي عليك وقت بتحس ان الشخص ده طول الوقت مشغول عنك، طول الوقت ما عندوش وقت ليك، يا اما بقى مشغول بشغله، يا اما مشغول بخطط عشان يعمل فلوس او يلم فلوس. فدايما هو ما عندوش وقت ليك، او ما عندوش وقت ان هو يسمعك او يحتويك. فانت دايما بتكبت مشاعرك جواك، او دايما مش بتظهر مشاعرك، او مش قادر ان انت تطلع اللي جواك ليه يعني. تمام. ولكن انت كبني ادم فاتح قلبك برضو، يعني هو فاتح قلبه وانت كمان فاتح قلبك للحب والمشاعر، رغم كل اللي بينكم، ورغم كل المشاكل اللي بينكم، ورغم كل الازمات اللي ما بينكم، ونفسك في بداية جديدة وعايز بداية جديدة. تمام. شايفة ان الشخص ده من كتر قسوته ليك، انت ممكن تكون اكتسبت منه القسوة، او جذبت لنفسك القسوة من كتر ما هو شخص قاسي معاك، انت اكتسبت منه القسوة دي. تمام. آه شايفة ان الشخص ده شوية بيتكلم مع حد قريب منه، ان هو مثلا عايز يرجع، او ان هو عايز يصلح العلاقة، او بيحاول مثلا ان هو يدخله ما بينك وما بينه، بيحاول يعني ايه يدخل طرف ثالث في الموضوع، او بيحكي مع حد يعني، او بيفتح قلبه لحد. تمام. شايفة ان انت يعني شوية الفترة دي بتشتغل على نفسك، او بتحاول تعمل لنفسك استشفاء، او بتحاول ان انت تغير حياتك، او بتحاول ان انت تعيش حياتك، او بتحاول ان انت تعيش لنفسك. يعني عايز تطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها، لان انت شوية برضو محبط وعندك طاقة سلبية وعايز تطلع منها. طيب هنكمل مع بعض. شايفة ان الشخص دوت كل ما بيلاقي نفسه، يعني كل ما بيلاقي نفسه ان هو بيقرب منك، او بيلاقي نفسه ان هو هيرجع ليك، بيطلع يجري يديلك ظهره، بيبعد عنك بيديلك ظهره. كل ما يلاقي نفسه خلاص هيستسلم بيديلك ظهره، بيهرب منك. يعني انا شايفة ان هو بيهرب منك، او يمكن بيهرب من مواجهتك. شايفة ان انت يعني لما هو، خلي بالك برضو، انت الشخص ده ضغطك، او الشخص ده حطك في لود، او الشخص ده ضاغط عليك. لان انا شايفة ان انت لما الشخص ده بيبعد عنك، او لما بيديلك ظهره، شايفة ان انت بترتاح، لان انت ممكن تكون عايز تنساه ولكن مش قادر تاخد القرار. لكن هو لما بيديك ظهره ممكن يكون بيساعدك على اتخاذ القرار دوت. تمام. يعني انت ما بينك وما بين نفسك تعبان، ممكن تكون تعبت من العلاقة، فبتقول خلاص انا، لان انا زي ما قلت لك انت بتحاول انت تفكر في نفسك، او بتحاول انت تلاقي لنفسك مخرج، او بتحاول ان انت تعمل حاجه جديده. فانت لما بتلاقيه ان هو بيبعد، فخلاص انت بتقول خلاص انا بقى هنساه وارتاح. تمام. لكن في نفس الوقت برضو انت بتكذب على نفسك، لان انت عايزه ومحتاج له، فاتح لك وفاتح له قلبك، وعايز بدايه جديده معاه. تمام. شايفه ان هو شخص عنيد جدا، بيعاندك وبيعاند نفسه طول الوقت، مش بيعاندك انت بس، لا هو كمان بيعاند نفسه. عايز يعاتبك طول الوقت، عايز يلومك طول الوقت، وزي ما قلت لك هو بيعاند، يعني مع ان هو عايز يرجع وعايز ياخد خطوات ناحيتك، بس بيديلك ظهره وبيبعد، زي ما قلت لك بيهرب منك، فاهم؟ فهو عايز يعندك. تمام. يعني انت بالنسبه لك الشخص دوت ما بقاش مصدر السعاده بالنسبه لك، علشان كده زي ما قلت لك انت بترتاح لما بيبعد عنك. بتلاقي نفسك مبسوط اكتر وهو بعيد، او بتلاقي نفسك مبسوط اكتر وانت مش معاه، بتلاقي نفسك مرتاح، لان خلاص وجوده بالنسبه لك بقى لود من كتر الخلافات والاختلافات والمشاكل. فوجوده بقى لود، ما بقاش حاجه بتبسطك، بالعكس دي بقت حاجه سلبيه، بقت حاجه بتضايقك، ما بقتش تحس معاه السعاده والفرحه والمشاعر الحلوه اللي انت كنت بتحسها الاول. بس برضو رغم كل ده انت بتعاند في نفسك وهو بيعاند فيك. زي ما قلت لك انا شايفه ان رغم كل ده انت فاتح برضو قلبك، وعايز الحب وبتدور على الحب، وشايفه في، يعني شايفه ان في رجوع لحب او رجوع لمشاعر في العلاقه دي.
وشايفه كمان ان هو خلي بالك بيبعد عنك وبيديلك ظهره بس لفتره مؤقته، بعد كده بيرجع ان هو تاني يدور عليك، وبيرجع تاني ان هو عايز يدخلك حياته، وبيرجع تاني عايز بدايه جديده معاك، وبيرجع تاني يفتح لك قلبه. وانت كمان فاتح له قلبك وفاتح قلبك للحب وللمشاعر، بس انتوا اللي غالب عليكوا اكتر العند، انت بتعاند وهو بيعاند. تمام. فايه حاولوا ان انتوا تخفوا العند شويه، وتحاولوا ان انتوا تدوا لبعض فرصه. انتوا الاتنين قلبكم مفتوح لبعض، ولكن في شويه حاجات بسيطه كده ما بينك وما بينه، حاولوا ان انتوا تشتغلوا عليها، او حاولوا ان انتوا تبطلوا عناد انت وهو في بعضكم، وان شاء الله باذن الله يعني توصلوا لحل يناسبك ويناسبه. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.